الحمام بتاعي بقى غير اي حمام، جربيه بطريقتي مش هتبطلي تعمليه. شوفيه للاخر الفيديو لانه فيه حاجات كتير جديدة مختلفة، وعمره ما هيفتح معاكي، وحشوته تحفة. الرز اللي انا بعمله الخلطة تحفة، هتجربيه ومش هتبطلي تعمليه. يلا بينا مع بعض نشوف الخطوات ايه هي. هنجهز دلوقتي الرز بتاعنا. هجيب هنا شوية زيت او سمنة اللي انتي حابة تعمليه بيه، وهنزل ببصلة مبشورة او متقطعة قطع صغيرة، وهدبلها بس يعني هقلبها على النار 5 دقايق كده، هديها تقليبة كده، يعني مش يعني تدي على اللون البني كده شوية، لان اللون البني ده هو اللي هيدينا لون الرز اللي انتوا هتشوفوه معايا. والتوابل شايفين انا عايزة اوصلها لكده، ايدي تكون فيها على طول كده. بعد ما البصل عملت دبلت معايا ابتدت تخش على اللون البني، حطيت عليها الكبد والقوانص بتاعه الحمام متقطعه قطع صغيره، وحطيت معلقه فلفل اسمر ونص معلقه من الكاري حلو قوي، ربع معلقه من الكاري معلش، و11 بهار معلقه صغيره، ونص معلقه قرفه مطحونه، والملح بتاعي. دي التوابل بتاعه الرز. حطوا التوابل دي بالظبط هتعجبكم بامانه، بتخلي الرز بالخلطه تحفه. كده انا كنت غاسله الرز بتاعي مش نقعاه، غسلته كويس وحطيته عليها بعد ما قلبت التوابل مع الكبد والقوانص والبصل كويس قوي. وبعد كده يدوبك بس هقلبهم، وهحط معلقتين من الميه زي ما هتشوف كده معايا. مش هسويه نص التسويه، انا بس بحط معلقتين من الميه عشان اللي في الطاسه ده يعمل اللون البني، ويدي الرز اللون البني زي ما انتم شايفين كده. انا ما حطيتش غير معلقتين ميه. الرز بقى دلوقتي هياخد اللون البني، وهيبقى لونه جميل قوي نفس اللي بيبقى في المطاعم واحلى كمان. بصوا خد اللون البني بتاعي من غير بقى اي افتكاسات ولا كرملي البصل ولا الكلام ده كله. هنسيبه يبرد، وهنظبط بقى الحمام بتاعنا. الحمام زي ما انتم شايفين كده، جبت بصلايه صغنونه بشرتها كويس، واحط عليها ملح وفلفل وسنه بسيطه من 11 بهار، او اللي هو ال7 بهار اللي انت عايزاه، وبدعك كويس قوي 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 الحمام من تحت الجلد ومن بطنه كله كده في بعضه، بيدي طعم حلو قوي للحمام. واسيبه بس لحد يعني 5 دقايق 10 دقايق كده على ما الرز بتاعي يهدى بس من الحرارة بتاعته، لان انا مبحبش احشي على طول عشان الرز ما يعجنش كده. بعد ما الرز بتاعنا هدي هبتدي بقى اخد الرز. شايفين اللون حلو قوي ازاي؟ جربيه بطريقتي مش هتبطلي تعمليه. بصوا هقول لكم على حاجه، انا في حمامه هتقابلني هي جايه مقطوعه، يعني من عند الفراجي هي جايه مقطوعه. هقول لكم تعملوا ايه عشان القطع بتاعها ده ما يوسعش لما تحطي وتتفتح معاكي بقى وتبهدل الدنيا لما تحطي الحشو كده. انا بشيل الرقبه بتاعتها كويس وبغسلها كويس، وببتدي احشي من الرقبه، ومش بملاها مش بكبسها قوي، يعني بحط شويه واوزع كده واخلي فيه زي يعني عشان هي هتكش، يعني هتكش في بعضها، فلازم شفتي انتي اما كأنك بتعملي ممبار بتسيبي، يعني مش بتمليه على اخره، اهو الحمام عاملين اكنك بتعملي ممبار بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده دي الحمامة المقطوعة معايا. هبتدي بقى بصي انا ما بحطش رز جنب القطعة خالص، وبحاول حواليه ابعد شوية بحيث ان لما تكش الرز ما يطلعش منها وتبهدل الدنيا وتفرقع مني والكلام ده كله. وهتشوفوها معايا برضو لما تستوي هتبقى عاملة ازاي. بصوا انا ببعد بايدي كده حواليها عشان الرز ما يطلعش وتفرقع مني. بملى كويس من فوق من عند الرقبة وبحشيها كويس وبسيبها. اما تيجي تحطيها بقى في المية هتكش معاكي، يعني هتكرمش وكده، فالرز ده مش هيطلع.
مفيش حمامية هتفرقع معاكي بعد لو انتبهتي للفيديو ده كويس للاخر وسمعتي اللي انا هقولك عليه للاخر. بامانه حتى لو مقطوعه هتقدري تحشيها وتطلع معاكي حلوه خالص ومش هيبان القطع ده. زي ما انتم شايفين كده انا مش بملاها، ولو اتبقى منك رز بسويه وبديه لابني بيبقى طعمه حلو قوي يعني. لو كترتي منه كمان وخدتي منه شويه بس الحمام وقدمتيه تحت الحمام في عزومه ولا حاجه هينبهروا بيه. هنا كده كنت خلصت. هنضف بقى وبعد كده بقى كنت حاطه ميه تغلي وبحط فيها، ما بحطش اي توابل غير ملح وفلفل وطماطمايه والبصل بس زي ما انتم شايفين كده. بصوا هتبتدي دلوقتي لحد ما تغلي وهطفي، وبعد كده هطفي عليها لحد ما يستوي قصدي وهطفي عليه. هطلعه يهدى شويه. وانا مش بحب احمره في حابه تحمريه في سمنه مفيش اي مشكله، بس يعني عشان هو بيبقى تقيل ودسم وكده فبحب هو يحمر نفسه بنفسه. انا جبت هنا الطاسه عندي، ممكن تحط لها معلقه زيت او معلقه سمنه تدينيها، بس انا الطاسه عندي ما بتلزقش بس حبيت اوريكم يعني. حاطه معلقه صغيره من الزيت وديت قشطه، دي مش سمنه دي قشطه، حمريه بالقشطه هيديكي طعم، هينقله في حته تانية. وحطيه في الفرن لو انت حابه تعمليه كده. مش حابه تعمليه كده وحابه تحمريه في زيت برضو اتنيها قشطه وحطي زيت وسمنه عشان يديكي اللون التحميره الحلو. بلاش سمنه صافي لان السمنه الصافي مش هتديكي اللون التحميره الحلو. الزيت بيدي لون تحميره حلو. هنا كده بعد ما الحمام بتاعي اتحمر في الفرن. بصوا نزل دسم قد ايه في قلب الصينيه. يعني عشان كده انا مبحبش احمره في سمنه خالص او زيت يعني غزير، لانه بيحتاج زيت او سمنه غزير. ده طريقته، واتمنى تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات ايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.